لاعب كامل الاجسام عندهم جوج ديال الاوقات. في البرد كتكون كدير 30 ثانيه 40 ثانيه وتلعب. علاش؟ كيكون البرد كتدخل للكلوب، الا كان الكلوب كبير وفيه السراجم ومحلولين كيبقى انسان من كيجلس كيضرب فيه البرد كيبرد كتولي ازيرو. فيستحسن 30 40 ثانيه كافيه انك تدور على تمارين ديالك والكور ديالك كيبقى محافظ على الحراره ديالو. ولكن في الحال سخون والصاد دقيقه حتى دقيقه ونص. انا هنا في هذه النقطه دي نختلف مع كوتش فؤاد فليكس في هذه النقطه دي اللي قال الراحه بين السيزون 45 ثانيه حتى دقيقه ونص سواء في الشتاء ولا في البرد. فراه ما كافياش التمارين المركبه بحال السكوات ولا الديد ليفت ولا البنش بريس بالبار اللي تخدم معك شي عضلات مساعده بحال الكتاف الاماميه والباي والتراي. نديرو مثلا انك في البنش بريس بالبار واصل 100 كيلو بغتلعب ظهر ثلاث سيريات. في السيري الاول بغتلعب بيه 6 العدات، فمن غتبغي تلعب السيري الثاني يلاه لي فيه 2 عدات ولا 3 وهنايا ضاع لك السيري. وهنا في التمارين الكبار في الراحه تتطلب من 3 دقائق حتى 5 دقائق. كي العضله ديالك ترتاح مزيان خصك الا كنتي ترتاح دقيقه خصك 3 دقائق ولا 4 دقائق في التمارين المركبه بزاف لانهم تيبغيو الراحه بزاف. شي ضاد ليك السيري الاخر مزيان. فلما سميتيش بهاد الامور ديال السيريات والعدات والاوزان فما غتحسن كلاعب طبيعي.